النهارده بقى هنعمل الكي اف سي وهنشيله في الفريزر لان خلاص الصيف على الابواب وما بيبقاش لنا نفس للاكل خالص. تعالوا بقى نشوف طريقتنا فيها هتبقى عامله ازاي. هنا هوت معايا فرختين، واحده كيلو وكانت واحده حوالي 900 جرام. هنجيب كده بقى ميه مثلجه، لازم تكون ميه ساقعه يا جماعه. هنحط بقى البهارات بتاعتنا، بصل بودرة وتوم بودرة وبابريكا، وهنحط كمان ورق لوري مطحون، وهنحط شطة اللي عايزها سبايسي، وكمان كركم وكاري، وهنحط بهارات فراخ، وهنقلبهم كويس جدا مع بعضيهم لغاية لما الاقي المية بتاعتي كل حاجة دابت فيها. انا لغاية دلوقتي ما حطيتش اي ملح. هنجيب هنا اهوت واحدة من الماجي وهنبتدي ان احنا نفركها كويس جدا لو انت ما عندكيش ماجي بودرة، وهنبتدي ان احنا نحطها. الماجي ديت هتبقى بديل الملح بتاعي، وهنبتدي ان احنا نقلبهم بالطريقه دي. هنركنها كده بقى على جنب، وهنجيب القطاعه بتاعتنا عشان خاطر نبتدي ان احنا نقطع الفراخ. طبعا زي ما قلنا الصيف داخل علينا وما بيبقاش لينا نفس للطبيخ خالص. اول حاجه ان هو انا هقطعها معايا، هقطع معايا الوراك. انا بحب دايما ان انا اقطع الوراك بالطريقه دي، انا ما بحبش اخد القطعه اللي من فوق، بسيبها كده على جنب ان انا بسلقها او بعمل بيها اي حاجه. هبتدي كده اول حاجه نقطع الوركين، وكل ورك هنقسمه على 2. طبعا الحته دي بركنها كده على جنب، بحطها كده في شويه ميه وبظبطها خالص وبعمل فيها شوربه. قطعنا كده الوركين على 4. هنيجي كده بقى عند الصدر وهنبتدي ان احنا ناخد الجناحات بتاعتنا. هنقطع الفرخه بتاعتنا على 8. طبعا كل ما الفرخه ما بتكبر كل مده السوا بتاعتها ما بتطول. انا قررت ان انا اعمل الفرخه حوالي كيلو بعد التنظيف، يعني كانت قبل التنظيف حوالي كده كيلو و300 جرام. طبعا الحته اللي من فوق دي انا برميها. لو الفرخه بتاعتي كبيره هبتدي ان انا اقطع الجناح بتاعي على قطعتين. انا برضو ما بحبش الحته اللي هي بتاعت الزور والرقب ديت، انا بشيلها خالص، برضو بحطها برضو مع الحاجه اللي انا هسلقها. هبتدي كده اللي انا اقطع الصدر بتاعي على 4. لو الفرخة بتاعتي كبيرة هتقطعيها على 4. طب لو فرختنا صغيرة ممكن تخليها على 3. شايفين برضو القطع كانت معانا حلوة جدا. انا ديت حسيت ان هي تبقى زغنططة كده شوية، لا قلت لا هسيبها زي ما هي. اللي احنا عملناه في الفرخة الاولانية نفس بالظبط اللي هنعمله في الفرخة التانية، بس الفرخة دي كانت اصغر شوية. برضو هبتدي ان انا اقطعها بنفس الطريقة، بس هنا انا هقطع الفرخه بتاعتي الصدر بتاعي بدل ما عملناها على 3 انا هخليها على 2 بس. مسكته كده ورحت قطعاه من النص. حسيت ان القطعه بتاعته كده هتكون افيض، يعني كده الفرخه بتاعتنا مش كبيره فمش هتاخد سوا كتير. انا على قد ما بقدر ان انا بحافظ على الجلد يبقى لازق في قلب اللحم. هنيجي برضو للوركين هنعملهم بنفس الطريقه، برضو هنشيل القطعة ديت، بس هنا انا مش هقطع الورك على 2، انا هخلي الورك زي ما هو كامل. اكتر حاجة تقعدي فيها الفراخ في التتبيلة بتاعتنا حوالي 24 ساعة، لو انت مستعجلة عليها ممكن 3-4 ساعات. هنبتدي كده بقى ان احنا نغطس الفراخ بتاعتنا في قلب التتبيلة ديت، وهنغطيها باي ستريتش او اي طبق عندك او اي حاجة، وهتبتدي اللي انت تحطيها في التلاجة. انا ما خليتهاش 24 ساعة، انا خليتها يومين، يعني 48 ساعة. وده كده بقى لونها. طبعا شربت من البهارات وشربت من كل حاجه كده. بصي كانت خرافه يا بنات. هجيب نص كيلو من الدقيق الابيض. طب انت هتبهري الدقيق الكنت ما بيتبهرش. هنزل كده بقى عليه بحوالي 8 كيلو من الفيجيتار الحار، وهنزل ب5 معالق كبار من النشا، وهبتدي بقى ان انا اقلب الخليط ده كله مع بعضيه. طيب احنا كده خلصنا الخطوه بتاعتنا، وزي ما اتفقنا ان الدقيق بتاع الكنتاكي ما بيتبهرش. هننزل كده بقى بالكيس بتاعنا، هناخد منه حوالي ربع الكميه. يعني احنا كده حوالي الدقيق بتاعنا كان حوالي كيلو الا ربع. نص كيلو دقيق ابيض عليه 8 كيلو من الفيجيتار الحار، وعليه 6 معالق او 5 معالق كده من النشا. هناخد كده بقى قطع وهنحطها في قلب الكيس بتاعنا، وهنخليه كده فيه هوا، يعني هننفخه، وهنبتدي بقى ان احنا نرجه 5 6 7 10 مرات، 15 مرة. رجي زي ما انت عايزه لغاية لما تحسي ان الفرخة بتاعتك اخدت القرمشة اللي هي الكريسبي اللي من بره.
هبتدي ان انا اخدها كده اهوت وهرجعها تاني في قلب الميه بتاعه التتبيله. طيب انا ممكن اعمل ميه بتلج واخليها على جنب، ممكن خالص تعملي ميه بتلج، بس احنا التتبيله بتاعتنا اصلا كانت طالعه من التلاجة مثلجه جدا كمان، لان احنا سيبناها يومين في قلب التتبيله بتاعتها وفي قلب التلاجة، فاكيد طالعه بقى ايه ساقعه اصلا، ان كمان الجو بتاعنا شتا. هنبتدي كده اهو بقى نجيب اي حاجه نرص عليها. عايزين كده بقى نشوف شكل الورك كده اهو بعد ما عملنا له اللي هي زي بالظبط كده ايه، زي ما يكون خضناه خض اللبن. شايفين الشكل عامل ازاي؟ الشكل تحفه بجد يا جماعه، والقرمشه بتاعته من بره كانت خطيره. هناخد قطعه كمان وهنبتدي نعمل نفس الحركه. احسن حاجه في موضوع الكيس دوت اللي احنا ما بنبهدلش الدنيا حوالينا خالص، يعني لا بقى كركبه ولا نقعد نعمل كده اهو بدي 5 مرات 6 مرات من فوق لتحت ولا اي حاجه خالص. الكيس هنا اهوت بيسهل عليا كتير جدا. وشايفين اصلا شكل القرمشه على القطعه من بره عامله ازاي. في المرحله ديت انا هنا اهوت حاطه زيت على النار، قلت بقى احط كده زيت وموطيه عليه النار، قلت عبال ما اخلص كده اهوت كميه يكون الزيت بتاعي سخن. زي ما انتم ما شايفين. بصوا هنفك بقى كده الكيس، شايفين القرمشه بقى اللي على الصدر عامله ازاي. بصوا حاجه كده اهوت سبيشال يا بنات، شايفين عامله ازاي. بصوا جميله جدا، والدنيا حوالينا ما اتبهدلتش خالص. هنا كده بقى طبعا الحته ديت ما اتصورتش طبعا، عفوا. انا هنا سخنت الدقيق ونزلته في الفراخ بتاعتي حوالي دقيقتين كده اهوت في قلب النار، وطلعتها على طول. حطيتها برضو رصيتها في قلب مصفى صفت، وبعد كده رصيتها نفس الرصه وهدخلها على طول الفريزر. هتطلع بقى من الفريزر وهتقدري انك انتي تخزنيها باي طريقه انت تحبيها.